رنجة ابو السيد اللي قلبت الدنيا، رحت اشتريها مخصوص عشان اشوفها هل هي فعلا حلوه ولا لا، وتستاهل الضجه اللي اتعملت عليها دي ولا لا. والولا بودا اول مره يجرب الرنجه، فيلا بينا بقى ده اللي هيحكم صح حلوه ولا لا. وبجد مش اعلان ولا مدفوع لي اي حاجه، وهقول رايي بصراحه. بصوا، اول حاجه ما فتحت الرنجه دي رنجه ببطروخ، بس بصوا شكلها عامل ازاي. الشكل شكل محترم طبعا. خدتهم بقى ورزعتهم في الطاسه عشان اعرضهم للحراره، لازم اعرضهم للحراره عشان لو فيهم اي حاجه تتوكل على الله. وعملت بطاطس، وكمان خدت بقى البطاريخ اللي طلعتها من الرنجه وعملت لها صوص بقى كده وهرسها في بعض. اللي عجبني الصراحه ان البطاريخ كبيره جدا. وكده سبريد الكافيار بقى جاهز معانا. وطبعا بقى خلينا الرنجه من كل شوكه فيها وعملنا لها الصوص ده نغمسه بيها. بجد جعت. جهزت الصينيه بقى وحطينا الطحينه والرنجه والبصل والبطاطس والعيش البلدي. اوعى كنت نفسي في حته فسيخه في وسط دول. اول مره بقى ياكل رنجه، بس الصراحه عجبته. انا لسه ما دقتش، بس هي اكيد هتعجبني. انا بس حبيت ان انا اجرب الكافيار اول حاجه. كان طعمه حلو جدا وبيقرمش في البق كده.